بتعملي ايه يا مرات اخويا؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا بسيوني الحقني يا بسيوني بس. الحقك ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا بسيوني الحق شوف اخوك عمل فيا ايه. انت هبلت ولا ايه؟ يا محمد تعمل فيا كده؟ ده مرات اخوك يا جدع. انا عملت بص يا لك بسيوني ايه؟ بص اخوك عمل فيا ايه. انت بتتجننت ولا ايه؟ ما عملتش حاجه بس انت هتصدقها. ايه اللي انت عملته ده يا محمد؟ ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي ايه بس يوني والله مالك؟ هو اللي عمل كده يا مالك؟ بسيوني، ومش اول مره اقسم بالله، وعلى طول يعمل كده وانا ايه بقول المزاحه له. اللي انت فيها دي؟ انت ازاي تتعدى على مرات يا اخوك؟ عم والله العظيم انا مستاهل ده، هي بتتبلى عليا. وهتتبلى عليك تقطع هدومها يا كلب. هي هتتبلى عليك تقطع هدومها؟ تبص لمرات يا اخوك؟ عم ايه اللي لقيتها؟ انا كنت قاعد بنسمع في التليفون لقيتها طالعه عمال تقطع في هدومها، انا ما اعرفش. ليه انت عمرك ما انت جاي لنفسك ان انت اللي عملت، وبعدين هي هتعمل في نفسها كده يا ليه؟ عم ما اعرفش، روح اسال مراتك يا بسيون. انت مالك في ايه؟ هتتبلى عليا انت ومراتك ولا ايه؟ انت اللي وسخ ودماغك وسخ، عشان كده بصيت لمرات اخوك. هو انت عايز تطلعني من البيت يعني؟ عمال تقول كده اهو حته شر انا بقعد معاك يا بسيون وهنغور في ده. عايز اطلعك من البيت، عايز نعرفك ان انت ما ينفعش تبص لمرات اخوك وتقطع عليها هدومها يا كده. عم انا ما بصيتلهاش، هي اللي انت قاعد تقطع في هدومها والله العظيم. انت اللي كلب، طول عمرك كلب وما بتحبش الخير لاخوك، بس انت اللي زيك ما ينفعش يقعد في البيت. امشي بره، بره يا وسخ. هنمشي بره يا بسيون، اشبع بيه. معلش يا حبيبتي ما تزعليش. شفت يا بسيوني اخوك بيقول ان اللي عملت كده يعني عبيط، انا هعمل كده من غير سبب. معلش طب ادخلي ستوري نفسك بقى انت، وانا ليا تصرف تاني معاه لما امي تيجي كمان. ماشي يا بسيوني. اما تعالي ياما. في ايه؟ تتاخرت ليه كده ياما؟ عارف من وادي الشركة يا ابني اهو. في ايه مالي؟ في ايه؟ فين محمد اخويا الوسخ؟ ببص لمراتي وتفزع عليه وقطع عليها هدومها ياما. ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو فين محمد؟ طردته يا نهار أبيض. طردته. ده كلب. ببص لمرات اخويا ياما. محمد ابني ما يعملش كده يا بسيون. محمد ابني ما يعملش كده، امال بسمله هتتبلى عليه يعني؟ فين مراتك؟ بسمله نعم يا بسيوني. تعالي نعم. في ايه يا بسمله؟ قولي لامك اللي حصل. والله يا ماما انا كنت قاعده ولقيت محمد راح مسك هدومي كده قعد يقطع فيها. طب ليه يا محمد بتعمل كده؟ معرفش. رحت ناديت على بسيوني ومش اول مره، على طول يبص عليا وانا بغير هدومي. يا سلام. ابني يعمل كده؟ ايه والله ياما بيعمل ده انا كده. شايفه بعيني، انت هتبرر ايه؟ شايفه بعينك ازاي يعني؟ انا شايفه بعيني، انا داخل عليه وهي هدومها متقطعه. طب فين عقلك؟ اخوك هيعمل كده وانت موجود في البيت؟ واختي ومراتي هتعمل كده ليه اصلا؟ اسألها. ازاي يسالني وانا ايه عبيطه ياما؟ يعني هعمل كده وانت من عايز غير تدار سبب؟ على ابنك يعني ولا ايه؟ الظاهر ان انا غلطان لما قلت نشكيلك وتتصرفي معاه، بس انا اللي هنعرف نتصرف معاه كويس. ادخلي يا بسمله ادخلي. كده ياما كده ياما. هو هو ايه في جنب ده يا محمد. هو ده اخوك يا ابني، بيتهاجم على انت بتمشي مراتي. ورا مراتك. ده ودي اخوك مراتي. يا ابني. لحم وعرض ياما. واخوك برضه من لحمك ودمك، ما يعملش كده يا بسيوني. وانا مراتي هتعمل كده ليه؟ اسألها. عايزه تطفش ابني من البيت. ياما وهي هتطفشه من البيت ليه؟ هتقطع هدومها يعني؟ ياما محمد وسخ، ودي جيت لي مش اول مره يعمل معاها كده، وهي ما كانتش راضيه تقول لي. بسمله كويسه ومحترمه، بس هو اللي عمل كده عشان ببص لمرات اخويا، وانا مش هنسكت لكده. والله ما انا ساكت ياما، وانت خليكي باللي في دماغك. خليني في اللي في دماغي، وكتاب الله ما سايباك يا بسمله، والمصحف ما سايباك، وهجيب قرارك. اسمع يا اخويا، اسمع. انا ظلمت اخوك. اسمع مراتك. ما تجيبليش سيرته ياما. يا عم اسمع، انا ما قلتلكش كلم اخوك. اسمع، حطه على ودانك، شوف مراتك كانت بتتكلم وامها بتقول لها ايه. سامع؟ الدور عليا انا بتقول لها. كرشت اخوك بس انت، وظلمت وظلمتني. اسمع بتعمل كده ليه؟ ما انت اهو. تتفق عليك. تتفق عليا. وبعدين قالت هاخد الشقه، وسمعتها وهي بتقول انك انت خاتم في صباعها. طلع نرسلها لك تمشي عليك، وانا هنعرف ازاي نثبت كدبها دي. هتجيب حق اخوك. جيبك وين؟ قول لي هنعمل ايه. تعال تعال. انت تعبانه النهارده ياما مش رايحه الشركه؟ ماشي خلاص انا طالع، انا رايح الشركه وهنسيبك نايمه هنا. ماشي
عايزه حاجه يا بسمله؟ انا رايح الشغل. بس اهو مشي كده بقى، الفرصة بقت متاحة ليا. ماشي يا حماتي. ماشي يا حماتي، والله لا هوريك انا هعمل فيكي ايه. ايه يا بسمله؟ انت جيت يا بسيوني، بص امك عملت فيا ايه. يا نهار ابيض. بص ايدي يا بسيوني حرقتني ازاي في ايدي. امي اللي بص عملت وشي. كده؟ بهدلتني يا بسيوني، امي عملت كده ليه مبهدلاني. يا بسمله؟ معرفش يا اخويا، هي لوحدها كده لقيتها طلعت ضربتني في وشي زي انت ما شايف كده، وحرقتني في ايدي بالسكينه. طب انا اعمل ايه طيب يا بسيوني؟ وانا ما رضيتش اتكلم، ما رضيتش ارد عليها عشان ست كبيره في مقام امي. أنا ما قدرتش اتكلم وارد عليها. اصيله يا بسمله والله. وبسبب كده انا هنروح نضربها زي ما ضربتك كمان. ايوه وتجيب لي حقي. وهنطردها من البيت. ماشي وانا موافقه. مش عايزين كل يوم مشاكل يا بسيوني، ولا زي ما اخوك برضو ما عمل كده، مشيها وديها عند حد من اخواتك. مش عارف هما بيعملوا معاك كده ليه مش بسيوني. عارفه يا بسيوني والله، مع ان انا والله غلبانه وبعملهم احسن معامله على يدك ما انت شايف. بس في حاجه واحده اللي انت مش عارفاها يا بسمله. ايه هي؟ حماتي؟ حماتك بتستغربي ليه؟ قولي لي كده، مش دي حماتك اللي المفروض بتضربك طول النهار؟ بصراحه مش عارفه. ما هو ايه يا صايع؟ امي ومعايا من الصبح، واللي جوه دي مخده انا حاططها على السرير. لما امي قالت لي وعرفتني ان انت بتعملي كده بسبب اتفاق مع امك عشان عايزاني اطرد امي واخويا من البيت، انا قلت نعمل كده لما نشوف رد فعلك ايه، قلت لها دي يمكن تتغير، يعني يمكن امي مفبركه الموضوع. اما الحد اللي يحصل كده قدامي فانت كده قللت ادب. سهلة. انت اللي زيك ينطرد بره، ما ينفعش يعيش وسط ناس يا محترمه. بسيوني والله انا كنت عايزه بس اخد راحتي في البيت، من ساعه هما ما جم وانا مش عارفه اقعد. تاخد راحتك في البيت بالطريقه دي؟ خليني نطرد اخوي ونشك فيه وعايزين نضرب امه ونطردها، وقولي ناخد راحتي؟ انت هتاخد راحتك بس عند امك هناك، فهمتي؟ بسيوني بس بس اسمع. معلش قبل بس ما نرمي عليك يا امين الطلاق، لازم بره الدم الغلبانه ديت بابنها اللي انا ضربته وطردته. انت طالق يا بسمله، طالق أقل ولا؟ طالق. كل حاجه منها ما هي لك ما عادش مراتي خلاص. والله يا ابني أنا ما تستاهل إن أنا أمد إيدي عليها، ما تستاهلش أقسم بالله. من كفاية يوم- ليه هتشوفهم من بعد ما سابتك. من يومك طيبه يا ابني والله. بس انا مش هنسكت على حاج اخوي اللي خلتني نضربه قدامك ونهينه ونقول له يا وسخ. مش هنسكت على اللي انت بتعمليه. امه في اخوي بره بره ريحتك القرف ده. قولي بره. قولي، أنا مش عارفة كنت مستحملها إزاي دي. ما تزعليش مني يا عم. انا بصراحه كنت اعمى واتسرعت، بس انا هندور على محمد ونجيبه. وبصراحه انا غلطان وعارف ان انا غلطان، واي واحد يرمي ودنه لمراته يبقى غلطان. لازم مراتك لو قالت لك حاجه تاكد منها الاول. بص، الستات ساعات مش بيحبوا الخير لاهل البيت، فمراتك لازم تتاكد من اللي هي بتقوله لك الاول قبل ما تاخد قرار وتندم عليه. يا ريت الرساله تكون وصلتكم، شجعونا بلايك وشير. السلام عليكم.